طبعا هي بما يسمى الشريف العفيفي اول ما ظهرت عام 2022 باواخر 2022. لما ظهرت كان كل فيديوهاتها نزلناها تحت، كان كل فيديوهاتها نقول بصراحه قضيه الحياه. فجمعت حواليها الناس ما تفتح لايفات، وبدات الناس تجتمع حواليها. الناس اللي اجتمعوا حواليها هن الناس كلياتهم نقول عنهم يعني اعمار تحت ال 30، يعني اغلبيتهم كانوا تحت ال 30. فوقتها بدات تفتح فيديوهات، كانت تفتح لايفات عن الحاله الاجتماعيه، عن الطلاق وما الى ذلك، وبعدها بدات تفتح لايفات عن السياسه. بطرح المواضيع الطلاق كانت تضرب اهل الثوره، وبطرح المواضيع السياسيه كان يضرب اهل الثوره دائما، وكان يسب عند الثوره ما عنده مشكله، وسيدنا محمد ما عنده مشكله، وكله ما عنده مشكله هي كله. اما ينهان مثلا كان بشار الاسد كانت مباشره تسكر لايف، تعمل قصه كذا. انتبهوا النقطه. بهذيك الفتره تشكلت مجموعه من ابناء الثوره لتقصي حقائق عن هالبنت، لانه بوقتها صار وضعها كثير مريب، وصارت تطلع ترند على الفيسبوك، على اليوتيوب، على التيك توك، هون وهون. فبلشوا يتقصوا حواليها. الامور اللي وصلنا لها بوقتها نحن كلياتنا، وكان في وقت الختيار ابو عدي واسماء ثانيه ما بتذكرها، ختيار ابو احمد، في كثير ناس تعرفه من ادلب، يمكن من سرابع المأسور. المهم الامور اللي وصلنا وقتها كلياتنا قلنا خلص انه هي مو خبره، بس معنا دليل. علقت بوقتها معنا نوار عليوه، ميلاد هي بنت ثوره، وكان عندها شهداء، ابن مدري اخ ما بتذكر بالضبط. ولكن بوقتها نوار عرفت شغله عنها، انه كانت عم توصل معلومات للنظام لما في احد الاشخاص بسوريا انكمش. ونحن كنا بنعرف انه كان في شخص عند النظام انكمش، كان مدسوس ضمن مخابرات النظام، وهذا الشاب انقتل الله يرحمه. ما بنعرف اسمه لانه كان كله اسماء وهميه تقريبا، هو ما اعطى اسمه لاي حد. وهذا الشخص ما كان حد بيعرف عنه. الكشف اللي كشفه تامر تركماني، هي الورقه بتاكد كل الشكوك السابقه. يعني كان في عندنا دسائس ضمن الثوره، وفي بعضهم انتبه عليه، في بعضهم ما انتبه عليه. ولكن اليوم اذا بنشتغل صح، اسمها اليومي الاء بنت طالب سعيد، اللي كان اسمها سابقا الا ايزابيلا الاء بنت طالب سعيد اسمها الحقيقي. لازم نعرف كان ممكن يكون عندها علاقات مع كبار الضباط عند النظام، ممكن ضباط امراء. ان شاء الله فيديو جاي رح نجيب شغلات ثانيه ونقدم لكم اياها عن طريق ناس هن بيعرفوها مزبوط.